نعم، تشهد محافظة تطاوين صباح اليوم الاثنين إضرابا عاما شمل مختلف المؤسسات الخاصة والعمومية على خلفية توتر الأوضاع وحالة الاحتقان التي تشهدها منطقة الكامور بعد إقدام عدد من المعتصمين على غلق وحدة ضخ البترول ووصول تعزيزات أمنية من الحرس الوطني لمساعدة قوات الجيش للتصدي للمعتصمين حتى يتم إعادة العمل لوحدة ضخ البترول. هناك عدد من المعتصمين الموجودون حاليا أمام مقر المحافظة للمطالبة بانسحاب قوات الأمن التي حاولت تفريقهم بالقوة. ووزارة الدفاع التونسية أصدرت بيانا تحذر فيه المعتصمين من التصادم والتشابك مع قوات الأمن وقوات الجيش في منطقة الكامور، وقالت إنها سيكون هناك تتبعات قضائية لكل من يعطل مهام قوات الجيش في حماية المنشآت البترولية. عامة هذا الإضراب الذي دعت إليه المعتصمون ما زال متواصلا، لا نعلم إن كان غدا أيضا سيتواصل هذا الإضراب، لكن عموما مئات المعتصمين ما زالوا موجودون أمام مقر المحافظة للمطالبة بانسحاب قوات الأمن وتحقيق مطالبهم المتعلقة في حقهم من المنتجات في البترول والطاقة في منطقة الكامور. نعم، من تونس مراسلتنا نجلاء بخراس، شكرا لك. تطاوين الرخلة، تطاوين الرخلة، تطاوين الرخلة، تطاوين الرخلة، تطاوين الرخلة. ثورات كان يقمع فيها الجيش باستثناء الثورة التونسية اللي كان فيها الجيش الوحيد اللي كان يحمي الشعب، الوحيد اللي عمره ما تورط في حتى مسألة سياسية وحتى كذا. العملية هذه اليوم هي كانت بالنسبة لنا احنا وقفة رمزية باش نبينوا للجيش أن هو منا ونحن منه. تحية هذه نوجهها للقوات اللي حتى اليوم الأخبار كانت مخيفة شوي في الصباح وقت اللي جات الأخبار من هنا، ولكن تبين لأن الجيش فقط كان يحمي، كان يراقب في كل شيء فقط لحماية الواحد. وهذا يأكد أن احنا مازلنا مصرين على أن الاعتصامات هذه باش تتواصل في السلمية. احنا معتصمين ولاية تطاوين باش نخطوا على اخواتنا غادي بغض النظر عن الخلفيه نتاعنا، كيك سوا متفاهمين ولا ماناش متفاهمين. يد واحده لخاطر تطاوين، حي النور، وادي القمح، قصر ولاد الباب، كل يد واحده ناس كنت تطاوينيه بحاولها باش نجيبوا حقنا وحق اولادنا وحق باتنا وحق اماتنا. ان شاء الله ربي معنا والرخله. رجيل إن كان ما سويناش وضعيتنا يا حكومه، رانا اليوم بنسكروا الفانا بالحق. اخر كلام. ما نحب لا نعلم الناس الكل راهو غادي اللي تو هذا حدي في الكامور، جيت من الكامور لهنا على خاطر غادي يقصوا علينا كونيكسيون. باه غادي الناس الكل لاباس عليه، هذا حدي من قداه. باه عاملين لنا غادي فما رتل من الحرس ورتل من الجيش ورتل حاشا اللي يسمع فيها كلاب برجيل. باه تو ما عملوا حتى خطوه، هم خطوه معناها نتاع تصعيديه، لا الحرس لا الجيش لا الكلاب اللي جايبينهم معاهم، معناها حيوانات معناها جايبينهم معاهم. غير استنى خلينا نقولوا هذا احنا اللي نقولوه للحكومه. احنا رانا سلميين وبنواصلوا في السلميه، وقد ما يعملوا معانا وقد ما يستفزونا رانا ماناش باش نخرجوا على السلميه نتاعنا. اما نعلموا الحكومه يلزمها تعطي امر باش هاكي الارتال اللي جايبينها فم تنسحب. القوات يلزمها تنسحب لانها ما عندها حتى سبب جايبينها ليه. جايبينها الناس سلميين، الناس هوكا ما داروا حتى شيء. نورمالمون الحكومه والتبسي هاكا الشيباني الخارب نقولها له هاكا يلزمه. جبت المال الناس اللي بالكامور، الناس اللي ذاك البيت سخانه، جبت لها